بيكي. مريم. مريم كم سنة يا مريم؟ 28. 28 سنة. تمام. المكالمة معانا مذاعة يا مريم، أوكي ولا في مشكلة معاكي؟ لا، تمام، اوكي. طيب تمام. أعرف مشكلتك؟ هو انا كنت اعرف انسان كده من 3 سنين. كنا تمام. مرتبطين ببعض. ارتباط كان رسمي في. ولا ارتباط؟ لا لا لا، مش رسمي. كان في تمام. علاقة ما بيني وما بينه يعني. تمام. بس كان بعلم والدتي. تمام. بس واستمرينا مع بعض فترة. تمام. يعني انا كنت بحبه وكده، وكنت مفكرة انه كمان بيحبني. مم. بس يعني وقعدنا فترة طويلة مع بعض، ولحد يعني ما اكتشفت ان انا من يعني بقالي فترة كده حامل، ان انا قربت اولد اصلا. مم. بس هو مش معترف بحاجة زي كده. طيب انتوا كان في ما بينكم جواز أو كان في ما بينكم خطوبة؟ لأ خالص، ما كانش فيه أي حاجة. طب وهو ليه ما اتجوزكيش يا مريم؟ لأن هو متجوز أصلا. وانت كنت عارفة من أول علاقة إن هو متجوز؟ من أول العلاقة أنا عارفة إن هو متجوز. عنده أولاد؟ عنده أولاد. مم. تمام. انت في شهرك كام؟ انت حامل دلوقتي ولا كنت أنا حامل؟ قربت أولد. لأ، ده أنا هولد الشهر ده خلاص. طيب وهو مش معترف ان هو يثبت الاول لا لا وكده؟ خالص. مش مش معترف معترف. بده؟ لا لا، مش معترف خالص. طب والولد اللي جاي ده يا مريم مصيره ايه؟ والله هو دلوقتي ما بيني وما بينه محاكم. محاكم؟ مم. ولما رحت هو ما كانش فيه اي ورقة ما بينكم حتى؟ يعني لا، هو بينك ما كانش وبينه ما فيه كانش بس. فيه ورق؟ لا، ما فيش، بس طبعا أنا ما قلتش كده، يعني أنا قلت إن في جواز بيني وبينه. يعني انت كذبتي وقلت ان كان فيه جواز؟ طبعا لأن الموضوع بيني وبينه في محاكم. طب وماما عارفة ان كان فيه جواز ولا عارفة ان ما لأ، كانش فيه؟ مامتي طبعًا أنا قايلة لها الحقيقة، هي عارفة إن ما فيش جواز. هي عارفة العلاقة من الأول. ده اول علاقة يا مريم ولا كنت متجوزة قبل لأ، كده؟ كنت متجوزة قبل كده مرتين. طب وما خلفتيش؟ عندك اولاد؟ لا لأ، ما حصلش نصيب. يعني انت في المرتين كانوا جواز رسمي ولا؟ رسمي. طيب وفي المرتين الجواز الرسمي ما حصلش خلفة لأ. وحصلت الخلفة؟ ده بتاع ربنا. المهم. هي نصيب. طيب وانت ايه اللي خلاكي عملتي كده يا مريم؟ يعني كنت باحبه. يعني بتحبي واحد متجوز نقول ماشي، إمم. بتحبي واحد عنده اولاد نقول ماشي، بتحبي تمام. واحد مش هيتجوزك، هو إمم. وعدك بالجواز يا مريم؟ لأ، هو ما وعدنيش بصراحة. يعني اصلا يعني هو كان صريح معاك ان قصتنا ما فيهاش جواز؟ هو كان صريح معايا من الأول وما عشمنيش بجواز ولا أي حاجة. بس أنا من حبي فيه فكرت إن هو ممكن لمّا يحصل كده إن هو إن هو يتجوزني. يعني انت قلتي لو انا حبلت منه هلوي آه، دراعه هيصعب عليه البيبي هيتجوزني. بالضبط طب كده. وهو خايب ظنك دلوقتي ايه مصير البيبي اللي انت هتجيبيه ده يا مريم؟ هو أنا يعني دلوقتي ماشية في موضوع المحاكم إن أنا أعرف أثبت حتى حاجة زي كده. يعني انت موضوع المحاكم هتخش تقول لهم انا ما كنتش متجوزة واحد؟ لأ طبعًا. امال هتقولي لهم ايه؟ هاقول إن أنا كان في ورقة عُرفي بيني وبينه. طب فين هي الورقة؟ ده اول سؤال معاه هو. هيسأله لك. ايه؟ معاه هو. يعني انت طبيعي ان الجواز العرفي بتبقى انت ورقة وهو ورقة، او بس ساعات مصورة الورقة بيكون على مع الشخص. تليفونك. هتفضلي تكدبي في موضوع ان انت متجوزة لحد فين؟ لحد ما أعرف أثبت البيبي. طيب البيبي دلوقتي جه، تمام. لان خلاص هو جاي. انت في الشهر الكام؟ أنا خلاص في أول التاسعة. ده انت رايحة تولدي يا مريم. آه. طيب دلوقتي البيبي ده يا مريم مصيره ايه؟ مصيره انه يطلع يلاقي اب مش معترف بيه. إمم. ليه كده يعني؟ انت دلوقتي بتعندي مين؟ انت بتعندي نفسك. هو هو أنا انت كان فاكره ان انت نِفْسي. بتعنديه هو؟ هو مش قصة بقى عنده هو، أنا امال حبيت قصه شخص ايه؟ وكان نِفْسي وهو كان عارف إن حب أنا نِفْسي ايه في اللي انت بيبي. تجيبي بيه عيل ده؟ العيل ده مصيره ايه دلوقتي؟ سيبك منك انت تولعي وهو يولع العيل إمم. ده. إمم. ازاي انت اصلا تعملي كده؟ هو هي مراته طبعًا. معاه؟ موجودة معاه. طب ومراته ايه دور؟ عرفت حاجه عن المواضيع دي؟ طبعًا أنا عرّفتها وعرّفت أهله. ما تزعليش مني يا مريم، انت بجحة جدا. ده بجد. لا بجد انت بجحة. يعني انت كلمت مراته كلمت مراته. وقلت لها ان انت حامل منه؟ حكيت لها كل حاجة ما بيني وما بينه. طب ورد فعل مراته ايه؟ لأ، مراته طبعًا واقفة معاه، وطبعًا قالت كلام مش حلو في حقي. ده حقها. وأهله كلّهم طبعًا قالوا نفس الكلام. لأ، الموضوع كبير بيني وبين عيلته. وهم اهله كانوا يعرفوكي؟ لأ، ما حدش يعرفني خالص. يعني انت لما حصل السيناريو ده كله كلمت اهله؟ جِبت دخلت لهم كلمتهم كلّهم على الفيس والكلام دوّة. يعني كلمت والدته ووالده ومراته وحماته، يعني كلمت كل الناس اللي أنا أعرفها عنده على الفيسبوك.
وكل رأي الناس ايه؟ لأ طبعًا كلّه واقف معاه هو. هو شغال ايه يا مريم؟ نعم؟ هو شغال ايه؟ هو شغال دكتور. دكتور. آه. مم. بس طبعًا أنا من طريقته هو كان بيتعامل معايا كويس، ففكّرت إن ممكن لمّا يحصل حاجة زي كده إن ممكن يقتنع بيها مثلًا ونتجوّز. طب هو دلوقتي ما اقتنعش ومش موافق يا مريم، لأ انت هو مش مصير مقتنع. العيل ايه؟ انت عارفة يا مريم اللي في القصة دي كلها، إمم. انت غلطتي آه وهو طبعًا. غلط، بس انت غلطك طبعا اكبر بكتير لان انت اللي شايلة مش هو. مش انت هاكذب على دلوقتي حضرتك بصراحة، أنا كان كل هَمّي إن أنا نِفْسي يبقى عندي baby، حتى هو كنت قايلة له إن أنا نِفْسي أتبنّى طب وكده. يا حبيبتي ماشي، ما ممكن نتجوز، ممكن إمم. نشوف يعني حد نتجوزه ونخلف منه. أيوه بس انا حضرتك انا ما عارف. اعرفكيش، بس انت اكيد مش وحشه لدرجه ان انت تروحي تحبلي من واحد في الحرام. أيوه بس حضرتك عارف لمّا حد يحب حد أوي، يبقى نِفْسه إن هو يبقى يخلِّف منّه وممكن إن هو يتجوّزه. بالعافيه، مش مش بالعافية، بالعافيه ما كنتش أعرف طبعًا يعني. إن هو الموضوع هيوصل لكل دوّة، بس خلاص اللي حصل حصل وأنا مش ما هاتراجع. هو اللي حصل ده لما يكون انت مثلا دلوقتي خسرتي مثلا وقتك معاه، تمام. خسرتي عرسان جولك عشان انت كنت مرتبطه بيه، تمام. انما انت في دلوقتي شخص جاي، إمم. مصيره ايه؟ يعني مصيره ايه في عندي اب أمل. بيقول له انت مش بتاعي او انت إمم. مش ابني؟ ليه تمام. جبت حد تعذبيه عشان العند؟ هو مش عنده بس أنا نِفْسي كنت في حاجة زي كده أوي، يعني نِفْسي يكون عندي baby وبالذات من شخص أنا باحبه. ماشي، ما هو مش بالعافية برضه. هو مش عافية، بس عندي أمل إن ممكن يعني أمّا يشوف الbaby يحصل حاجة زي كده يقتنع، ولو ما اقتنعش هو الموضوع بيني وبينه في المحاكم، يعني طب خلي أكيد مش. المحكمة النهاردة خدت منك مثلا او خدت منه وعملوا لك اثبات نسب تمام. مثلا يعني، إمم. طبعا كده برضك مش هيحصل جواز بينك وبينه. انا مش عايز اتدخل قوي في قصة المحكمة وبتاع تمام. عشان انا مش ضليع فيها، بس اللي انا عارفه فاهماك. إمم. ان ده في بنات بقت بتعمل مثلا القصص هو دي بصراحة دلوقتي. أنا طلبت منه إن هو على الأقل حتى طيب يكتب عليَّ، وبعد كده يعني عشان البيبي على الأقل يتكتب بس باسمه، وأهلي ما كمان طلبوا هو منه. رافض دلوقتي اصلا وجود بيبي، هيكتب عليك ازاي؟ ما هو رافض ما هو خالص معنى ان هو. هو يكتب عليكي معنى ان البيبي اتكتب باسمه. بالضبط. طب هو رافض يكتب البيبي باسمه، ما يبقى هو يكتب رافض عليك خالص. ازاي؟ إمم. ما هو طبعًا رافض وبيننا يعني ما فيش تفاهم حتى في الكلام، إن ما فيش فرصة إن أنا أقنعه حتى بحاجة انت خلاص. بتقولي دلوقتي انا رحت وقلت الاهل وكلمت الناس على الفيس وعملت كلمت وسويت، بالضبط، كلمت يعني ما كل اللي خليتيش يعرفه. حتى مساحة انك تخشي له بيها بان هو مثلا يحن. اهم. ما هاقول لحضرتك، عارف لمّا تكون أنت بتحب حد ومش متوقع إن ممكن لمّا يحصل كده إن أنت تتصدم إن هو مش هيقتنع أو يعترف بحاجة زي كده، ده اللي لا حصل بصي معايا. بصي بصي اقول لحضرتك على حاجة، هي اي حاجة ممكن ما تحصلش بالاتفاق. يعني إمم. ممكن انت مثلا صاحبتي او خطيبتي او ايا كان العلاقة ما بيننا، ممكن تمام. اقول لك ايه، لا ما تنزليش النهارده، إمم. ممكن تنزلي، ممكن بعد شويه لين. انما الحاجه الوحيده اللي مش بالاتفاق إمم. او لازم يبقى انا وانت متفقين عليها هي انك تخلفي. انا دلوقتي تمام. لو مراتي واتفقت انا ومراتي دلوقتي ان ما يحصلش ما بيننا خلفه، إمم. ينفع هي تروح من ورايا تحبل؟ أكيد لأ طبعًا. لان احنا ما اتفقناش ان مش وقته دلوقتي ان احنا نجيب بيبي، إمم. فمش هتروح من ورايا تحبل. أكيد. انت بقى ما عملتيش كده، انت لا معاكي ورقه بتقول ان انت مراته ولا معاكي اي حاجه تثبت لك ان انت مراته، ورحت حبلت منه إمم. وفضلت في الحمل بتاعك وراح تخلفي. إمم. بجد انا مش عارف اقول لك ايه يعني. هو أنا نفسي بصراحة مش عارفة أصلًا يعني ولا مصيري ولا مصير الBaby إيه، مش مهم أنا، المهم يعني الBaby إيه. انا اول بجد موضوع اتصدم منه لدرجه ان انا مش عارف اقول لك على اي حل، مش أنا عارف نفسي اقول لك على بصراحة. حل عشان خاطر يعني في شخص جاي إمم. ملوش ذنب في اي اللي انت حاجه انت عملتيها ما هو ولا مالوش هو ذنب. عملها. هو ذنبه بقى إن هو اللي حصل كده، يعني الغلط هو طبعًا هو غلطي. هو عارفه ذنبه الوحيد ايه؟ إمم. ان انت امه. مش ده بجد. ماشي بس هو مش لوحدي، ما هو في شخص تاني معايا. لأ، ما هو مهما يكون الشخص، هو الشخص ما تزعليش منّي، هو راجل، يعني في الأول وفي الآخر هو راجل، بس اللي هو عشان بيشيل هو الطين هو راجل أنتِ. يعني ما يتحاسبش؟ بيتحاسب على إيه؟ يتحاسب على اللي هو عمله يا معايا. حبيبتي أنتِ غلطتِ وعملتِ وربنا ستر عليكِ وما تمام. فضحكيش وأنتِ اللي فضحتِ نَفْسِك، إمم. هو ده اللي حصل. ما هاقول يعني أنتِ لحضرتك كنتِ حاجة. متضايقة أنتِ وواحد وحصل علاقةٍ ما بينكم، تمام. ربنا ستر عليكِ إمم. وأنتِ روّحتِ وهو روّح، إمم. أنتِ اللي فضحتِ إمم. نَفْسِك، أنتِ اللي دخلتِ للناس
وقلت له طب انت عايز اسالك سؤال معلش، اصل انا اتفضل. القصه دي دلوقتي انت حامل بطنك كبيره، إمم. بتقولي للناس ايه؟ لأ الناس عارفة إن أنا متجوزة وجوزي مسافر. طب ما فيش فرح؟ ما شافوش وهو ما هو جاي عشان أنا يخطبك؟ كنت متجوزة قبل كده، لأ طبعًا اه بابايا اه اه عمل يعني إشهار انت، على الفيس والكلام ده إن أنا خلاص بابا هاتجوز انت باباك وكده. عايش يا مريم؟ بابايا عايش. وبابا عارف كل اللي بيحصل ده؟ بابايا عارف. وعارف انه ما كانش متجوزك طبعا، هو متجوزك ازاي إمم. من وراه؟ لأ ما حدش عندي عارف، كله عندي عارف الحقيقة، ما حدش عارف إن أنا يعني أهله هو طبعًا أنا باقول إن هو كان متجوزني وفي المحاكم، لكن أنا أهلي عارفين الموضوع كله. انت باباكي شغال ايه؟ سواء يعني أنا اللي شايلة مسؤولية بيت أهلي. ماشي، يعني انت عشان شايله مسؤوليه بيتك او بابا على قد حاله مثلا نلوي دراعه؟ مش نلوي دراعه انت يعني كده ما بتلوي فيش دراعه، حد انت اللي يعني هو ايه، انا بصرف يبقى اعمل اللي انا عاوزاه. ما حدش بيقول لي صح إيه غلط إيه، ماشية بدماغي طول ما أنا باصرف على البيت باعمل اللي أنا عايزاه، ما حدش بيتكلم معايا. فعشان كده هُم واقفين معايا في الموضوع جامد بصراحة. هما واقفين ماشي. بص يا بنتي، انا كل اللي هقوله لك زي ما قلت لك، انت المكالمه بتاعتك دي انا مش هقدر اقول لك فيها اي حل ان انت تحليه، لان انت ما عندكيش حلول خلاص. انت حلك دلوقتي ان انت تجيبي بيبي، فانت كده كده وإن البيبي هو جاي. يتثبت. ان هو يتسبب بقى دي بتاعت ربنا، لا آه. بتاعتي ولا بتاعته. هو ذات نفسه لو ربنا هداه وثبته واقتنع ان هو جاي منه، إمم. يبقى بجد شابولي. لو إمم. هو ما عملش ده، وانا اتوقع ان هو مش هيعمل ده، لو هو ما عملش ده، إمم. انت مصيرك في المحاكم. بس زي ما قلت لك، انت المكالمة بتاعتك الناس تستفاد منها، مش هتفيدك بحاجة. الناس هو تستفادها حلو إن ان الناس تستفاد. محدش يعني ايه يثق في واحدة زيادة عن اللزوم. ولا واحدة تثق في واحد من الطرفين مش طرف واحد. مم. يعني ولا واحدة تثق في واحد ولا واحد يثق، ما هو أنا ثقتي في إيه اللي وصّلتني لكل الكلام ده؟ لا، انت حبك ليه اللي عمل فيكي كل ما ده. الحب ماشي، أنا باحب شخص فأكيد واثقة فيه، معلش باقول لحضرتك إحنا مع بعض 3 سنين. ماشي، حب شخص يقول لك انا هجوزك، انت هتبقي مراتي. حب شخص يكون هو مش كان متجوز. بيعاملني إن أنا حب زي مراته. ازاي زي مراته وهو ما كتبش عليك حتة ورقة هو ما عرفي؟ كتبش بس بيعاملني معاملة كويسة إن سيبك أنا بقى من دايمًا المعاملة، زي ما كل مراته. هو انت فاكرة ان هو ده كان بيعاملك انت مثلا كده لوحدك؟ لا، اكيد كان برضك في ثلاثة ما هو أنا أربعة. اكتشفت برضه إن هو كان في علاقات بقى وحاجات كده، طبعا. فده ده اللي خلّاني طبعا. برضه إن أنا اتمسكت هو بالبيبي انت أكتر. متخيلة ان راجل يخون مراته ده في طبعه الخيانة خلاص؟ يعني خان ام وعياله معاكي، هيخونك إمم. مع واحدة تانية. بالضبط، يعني ما هو اوعى ده اللي أنا تثق الثقة اكتشفته العمياء قوي بعدين. كده، اه طبعا. لأ، هو الأول كان في ثقة، والثقة هي اللي وصّلتني لكل ده، واكتشفت طبعًا يعني حضرتك عارف لمّا حد يحب حد معمي عن كل حاجة، فلمّا طبعًا حصل بيني وبينه كده وعرف موضوع الحمل وبدأ بقى المشاكل وكده، اكتشفت حاجات كتير، يعني اكتشفت إن ده واحد كل حياته كمان مراته، أهله، ولاده، ما جدع. يستحملش إن حد يجيب هو سيرتهم، هو 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 كان عاوز يعمل معاكي ايه؟ انا اقول لك هو ده كان إن أنا قصته أفضل ايه. أعيش معاه. لا، هو حتى لو ما عشتيش معاه انت مش فارقه بالنسبه له. هو ده كان إمم. عاوز ايه؟ معاه مراته وبيته وعياله، ده جنب. الجنب التاني هلس بره، راح بره، سهر بره، خرج بره، انما بيتي ومراتي وعيالي هم اهم حاجه بالنسبه لي. بالضبط، وده اللي أنا حلو، اكتشفته في لما الآخر. انت اكتشفت كده كنت لازم تبقى متاكده ان هو مش هيخسر بيته ومراته وعياله عشان خاطر انت هتيجي تقول له حامل. ما هو عنده إمم. عيال. هي ما مراته مش ما كنتش بتخلفش، متوقعة وانت كده. هتيجي تقول له انا حامل. ما هي مراته إمم. بتخلف وجايبه له عيال. أيوه. طب انت فين مخك؟ أنا ما كنتش متوقعة إن هو يعني هيحصل كده، أنا تسع متوقعة شهور إن مش متوقعة؟ 3 سنين كنت تعرفيه ولا سنتين مش 3 متوقعة؟ سنين. طب إمم. 3 سنين ما تعرفيش ان بيته ومراته اهم حاجة عنده؟ لما كان بيروح البيت كان يعني بيكلمك ازاي؟ هو ما كانش بيكلمني طول ما هو في البيت. حلو، يعني بيحترم مراته وبيقدرها. انت متخيلة واحد بيحب مراته وبيقدرها وجايب منها عيال، انت لمجرد ما تقولي له انا حامل هيقول لك يلا بسرعة تعالي نكتب العيل وانت مراتي؟ لأ طبعًا. لا طبعا. هو كان بقى مبسوط بالحياة معايا، مقضيها خروج، سفر، مش عارفة إيه كده، وأنا عشان باحبه فمعمية عن كل الكلام ده طبعًا، أكيد ما كنتش أعرف إن هي هتوصل لكده. ماشي يا مريم، كل اللي انا اقوله لك يا حبيبتي يعني خلاص، يعني اركنيه بقى هو دلوقتي على جنب خلاص، تمام. وخلي بالك من البيبي اللي جاي أنا طالبة برضه من حضرتك حاجة صغيرة، يعني أنا مش حابة إن الناس برضه يعني تدخل تغلط، يعني ممكن لو حد عنده نصيحة، وفي نفس الوقت هو حد برضه بيتعلم من اللي حصل، بنت أو ولد. ما هو الكلام ده يا مريم لو انت اللي بتتعلمي لوحدك. انت إمم. بتتعلمي وجبتي يعني حاجة في الحياة هتفضل طول عمرها
متعايرة وبينها وبين نفسها عارفة الموضوع. إمم. لا لا ما أنا باقول لحضرتك هو يعني اللي حصل بس برضه يعني بصي، اصل انت حصل اللي معايا، هيشتمك او اللي هيعملك او اللي هيغلط فيكي مش هيستفاد حاجه، ولا انت هتستفادي ولا حاجه ان أنا هو. هاستفاد بس اه ممكن بس كل النصيحة. اللي اقوله لك، لا لا، النصيحه هتبقى للناس منك انت. يعني موضوعنا النهارده العكس. يعني تمام. الطبيعي ان احنا الناس في الكومنتات بتقول نصيحه للشخص اللي بيتصل. انت إمم. النهارده الناس هي اللي هتاخد منك انت النصيحه، ان اللي يعمل عامله زي دي او يستمر في عامله زي دي مصيره هيبقى زي مصيرك دلوقتي. انت دلوقتي رايحه تولدي بعد كام يوم ومش عارفه هتعملي ايه في حياتك، ومش عارفه العيل اللي جاي ده مصيره هيبقى ايه. حضرتك ادعي لي بقى إن ربنا بس يكون معايا على الأقل، مش عشاني، عشان البيبي. بس هو عشان يبقى، انا ادعي للبيبي، ما ادعيلكيش انت يعني، ما انت ما تستاهليش اصلا حد يدعي لك، انما البيبي هو اللي ملوش ذنب في اي حاجه، وربنا يهديه عليه. يمكن يا يعني، رب. مع ان دي نسبه ضعيفه جدا، بس ممكن، الله يعني عندي اعلم. أمل حتى لو 1% إن هو يا ربي حتى لما يشوف البيبي لما يتولد إن هو يكتبه باسمه أو أهله يقنعوه كده. ربنا معاك يا مريم فحضرتك ادعي لي بقى، ويقويك. ربنا وأتمنى معاك يا برضو حبيبي. إن الناس تتعلم الدرس دوت. طبعا ربنا معاك يا حبيبتي. يا رب. ماشي يا مريم، اتفضلي. ميرسي لحضرتك أوي. اتفضلي. شكرا، مع نعم. السلامة.